هل فكرت يوما في أن الحسد قد يكون السبب في جميع مشاكلك وتدمير مستقبلك؟ هنعرف مع بعض 15 علامة تدل على وجود الحسد في بيتك. البكاء. يتعرض المصاب بالحسد والعين إلى البكاء باستمرار دون وجود سبب. الحشرات الزاحفة. تكون أحد علامات وجود حسد، وهو رؤية حشرات مثل النمل والصراصير والديدان. تواجد الروائح الكريهة. يجد أفراد المنزل رائحة كريهة باستمرار في المنزل ودون وجود سبب. وجود الكثير من الأخبار المحزنة. تتوالى الأخبار المحزنة على أهل المنزل دون أي سبب. تلف الأجهزة. تتعرض أجهزة المنزل للتلف بالتتابع حتى لو كانت حديثة الشراء. الفشل. يتعرض المصابين بالحسد والعين إلى فشل دائما مهما كانت الأمور بسيطة وسهلة الحل، ولكن يكونوا غير قادرين على النجاح. الإصابة بالمرض، حيث يصاب أهل المنزل أو الشخص المحسود بالمرض، بالإضافة إلى المشاكل الصحية وأيضا النفسية. ومهما تناول الفرد أو أهل المنزل عقاقير طبية لا يحدث أي تغيير. الشعور بالحزن والضيق، حيث يسيطر على أهل المنزل الحزن الدائم ولا يشعر أي فرد في المنزل بالسعادة، بالإضافة إلى الإحساس الدائم بالضيق. النعاس. يشعر المصابون بالحسد أو العين بالرغبة في النوم طوال الوقت، كما يكون هناك خمول وكسل في الأداء وعدم القدرة على فعل أي شيء، كما يصاب المحسود بالإحباط واليأس. تشقق الجدران في المنزل. يجد صاحب المنزل الجدران متشققة، وذلك يدل على وجود حسد من مقربين أو محيطين بأهل المنزل. افتعال المشاكل. يشعر أفراد المنزل المصاب بالحسد والعين بعدم الراحة، ويكون هناك مشاكل دائمة في المنزل، ولا يلتمس أصحاب المنزل لبعضهم البعض أي عذر. ذهاب المال. يجد أصحاب المنزل المصابين بالحسد كثرة في المصروفات، وأن المال يذهب دون الشعور بوجوده. احتراق وتلف المصابيح الكهربائية، حيث يحدث حرق في المصابيح واحد يليه الآخر أو في جميع المصابيح في نفس الوقت. المظهر السيء. لا يهتم الشخص المحسود بمظهره ولا يهتم بآراء الآخرين حوله. الرغبة في الانعزال عن الجميع. يشعر المصاب بالحسد والعين برغبة كبيرة في البقاء مفردا وعدم رؤية الآخرين.